اهلا بيكم في انمي جديد من الانميات اللي بتحبوها. لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك ويلا نكمل الانمي بتاعنا. بنشوف القائد هو والفريق بتاعه بيكونوا اخيرا وصلوا للمدينة، وطبعا كلهم بيبقوا فرحانين، والقائد بيعيد عليهم الخطة بتاعتهم من تاني، وان هم هيدخلوا للمدرسة مع بعض وكل واحد فيهم هيدخل من باب مختلف، وده علشان يكونوا محاصرين المدرسة كلها، ولازم يجمعوا الطلبة كلهم في ساحة المدرسة ويخلصوا عليهم. حتى لو حد فيهم ظهر له البطل اللي المفروض اصلا هم جايين علشان يخلصوا عليه فورا، وبما ان البطل صغير في السن فمنستاهل ان هم يخلصوا عليه، وبيكونوا متفقين على الخطة دي. بس الشيطان الارنب لوني بيسأل القائد هل هم فعلا هيقدروا ينفذوا الخطة بسهولة كده، وده لانه حاسس ان في حاجة غلط هتحصل. لكن القائد بتاعهم بيطمنهم ان كل حاجة تحت السيطرة، وبيطلب منهم ينطلقوا بسرعة علشان الخطة بتاعتهم ويلحقوا يرجعوا لمدينتهم من تاني، وما ينسوش ان اللي بيعملوه ده يعتبر مهمة وطنية عشان ينقذوا فيها نفسهم وشعبهم واهلهم من الخراب اللي ممكن يجي من ورا البطل. ومساعد القائد بيعمل لهم تعويذ علشان ينتقلوا من مكانهم للاماكن اللي المفروض يظهروا فيها في المدرسة. واول شخص بيتنقل هو مساعد القائد، بس الغريب انه بيلاقي ضباب لونه احمر بيخليه مش شايف اي حاجة قدامه، ولما بيحس ان في طلبة جايين ناحيته بيرمي عليهم حمم من النار علشان يخلص عليهم. اما الارنب لوني والساحرة النائمة فبيظهروا في مكان واحد وبيتمشوا علشان يشوفوا الطلبة فين، بس الغريب ان هم بيلاقوا نفس الضباب بس مش بيهتموا وبيتكلموا مع بعض. وبنعرف ان الساحرة دي قوتها عظيمة جدا وانها ما استخدمتهاش من مئات السنين، وعشان كده هي فخورة جدا انها قدرت تشارك مع المجموعة اللي هيقتلوا البطل وترجع المجد لعيلتها من تاني. بس لوني بيحس ان في حاجة ما بين الاشجار، فبيستدعي الذئاب بتاعته علشان تروح تشوف في ايه، وخلال ثواني بيجي واحد بس والتاني بيكون مات. اما الغول فبيكون هو كمان خرج من البوابة بتاعته، واللي بيكون حواليه نفس الضباب، بس المرة دي بقى بتظهر قدامه مابل وبتسأله كمان عن سبب وجوده هنا، وبتكون مفكرة واحد من رابطة التجار وبتهجم عليه بكل قوتها. لكن الغول بيكون قوي جدا وبيصد هجماتها وبيضربها بقوة وبيبعدها بعيد عنه، وبيبدأ يضربها يمين وشمال لكنها بتتفادى ضرباته وبتهجم عليه بكل قوتها، وبتهجم عليه كمان بسلاحها القوي. وهو بيستغرب ان ازاي بنت صغيرة في السن زيها وقوية وبتتحرك بخفة مع سلاح زي ده، فبيشك ان هي دي البطلة، فبيضربها بقوة لكنها بتحدف عليه 3 خناجر بيسيبوا دراعه، وهو بيقول ان هما ما عملوش حاجة فيه، وبيضحك وبيقول ان السكاكين الصغيرة دي مش هتأثر عليه. لكن بيخرج من السكاكين دي احبال من تعويذة الشر وبتسيطر عليه، وبتكون مابل مفكرة ان الغول كده مش هيعرف يتحرك. رغم كده الغول بيبقى قوي جدا وبيقدر يقطعهم بسهولة، وبيقول لها ان هو عنده قوة لمقاومة السحر، وساعتها بيجري بسرعة وبيهجم عليها وبيضربها ضربة قوية جدا. بس بنكتشف انها اختفت، وبنلاقي ان في واحدة من الشيكة بتاعت سيكا موجودة، وكان هو اللي عامل كل ده اصلا وانه انقذ مابل. اما القائد بتاعهم فبيطلع من البوابة بتاعته هو كمان، وبعد ما بيمشي كتير بيلاقي برضه ضباب وبيقف عند مكان معين، وبيلاقي كل زمايله اللي معاه في الفريق جايين ومتجمعين عند نفس المكان ده. والغريب ان هم اصلا ما كانش في بالهم يتجمعوا خالص دلوقتي، المكان كله مليان ضباب، وبيحسوا وقتها ان في حاجة غلط وان في حد هو اللي عمل كل ده علشان يجمعهم في المكان ده. والاغرب بقى انه كلهم بيلاقوا الشيكة موجودة معاهم في كل حتة، وبنكتشف هنا انهم اصلا ما قابلوش اي حد من الطلاب، وان كل دي كانت تعويذ من سيكا. وساعتها بقى بيسمعوا صوت سيكا واللي كان قاعد بيغني فوق مكان عالي، وبيقول لهم ان هم اغبياء وان هو اللي عمل كل المكان اللي هم فيه ده اصلا من تصنيعه هو، وانهم حتى ما وصلوش جوه المدرسة. وطبعا الكل بيتفاجئ من كلامه ده، ولما بيحاول الغول انه يحاول يتكلم قدام سيكا في اقل من ثانية سيكا بيكون قاطع راسه عن جسمه. ولما بتحاول ساحرة عين الشر ان هي تهجم على سيكا وبتكون مستخدمة عين الشر بكل قوتها، سيكا بيستدعي وحش التعبان الابيض الضخم وده عينه مقفولة تماما، بس بيقدر بسهولة يدمر عين الشر اللي عند الساحرة وبتقع على الارض. لوني بقى مش بيسكت وبيهجم على التعبان الابيض، ولما بيتأكد انه مش بيشوف بيقرر يتكلم معاه وبيحاول يكون صديقه، بس التعبان بياكله في ثانية واحدة بس. وبكده بيكون سيكا خلص على 3 منهم، ومش باقي غير قائد الفريق والمساعد بتاعه، وبيطلب قائد الفريق من المساعد يهرب بسرعة ويروح على ارضهم ويحكي كل حاجة لشعبهم. وقائد
وقائد الفريق وقتها بيكون قدر يعرف مين هو سيكا وسبب قوته دي، وبيطلع ان هو سيد الشياطين المستقبلي، وبيقول لهم سيكا انه عارف انهم جايين علشان يقتلوا ايمو البطلة، بس هو مش هيسمح لهم بده لانه هو اللي هيحميها. ولما قائد الفريق بيستخدم كل قوته وبيهجم على سيكا بالحمم البركانية، سيكا بسهولة بيقدر انه يصدها وبتقع على القائد بتسيحه، والمساعد بتاعه بيهرب على اخر اللحظة لكنه كان اتصاب اصابات كتير، وسيكا بيبعت وراه واحدة من تعاويذه بتخلص عليه في الغابة، وبيرجع هو للأكاديمية ولا كأنه عمل أي حاجة. وتاني يوم على العشاء وهم قاعدين بيتعشوا عادي جدا ومفيش أي حاجة، بتيجي قوات من الجيش، والغريب بقى إنهم بيكونوا عاوزين يقبضوا على إيمو بتهمة قتل المبعوث الإمبراطوري امبارح في المدرسة، وبياخدوها فعلا وبيمشوا. وبيبقى الكل مش فاهمين ليه إيمو ممكن تتعرض لحاجة زي دي، ليه أصلا عملت حاجة زي دي. فعلى طول سيكا بيروح للمديرة وبيسألها عن سبب إن إيمو اتقبض عليها كده فجأة، وكمان حراس الإمبراطور يعني مش أي حد، الموضوع ده كبير جدا. بس مديرة المدرسة بتقول لهم إن الوضع روتيني، هم بس هيحققوا معاها، وهي بكرة بنفسها تروح تترجى الإمبراطور يفرجوا عنها. بس بتطلب من سيكا وزمايله ما يعملوش أي حاجة، لأن التصرف متهور ولو بسيط حتى هيصعب موقف إيمو أكتر. وفعلا بيخرج سيكا لزمايله، بتكون إيفا مستغربة إن سيكا واقف بهدوء كده من غير ما يعترض، وحتى بيقول لهم إنه هينام ومش عاوز حد يزعجه ولا حد يتدخل في حبس إيمو. وبيجي الليل من هنا وسيكا بيستدعي التنين الأقوى من هنا، وبيروح على سجن اللي فيه إيمو، وبينشر السيكا بتاعته في المكان لحد ما بيعرف مكان إيمو فين بالظبط، وبينزل في السجن. بس الحراس بيتلموا عليه من كل مكان وبيكون عددهم كبير جدا، بس سيكا مش بيستسلم وبيستدعي وحش السيوف السريع، وبيكون أسرع وحش ممكن تشوفه، وبيقتل كل الجنود خلال ثواني بسيطة. وبيقدر وقتها سيكا انه اخيرا يدخل لإيمو في السجن بتاعها وبيحررها. بس الغريب انه بيلاقيها مش خايفة ولا حتى قلقانة، وكمان بترفض تمشي معاه وكأنها كانت عارفة انها هتتسجن، لحد ما بيجي غريو مع الأميرة فيونا، وبتشكر إيمو الأميرة فيونا انها بعتت لها غريب البطانية. والأميرة فيونا بقى بتحكي كل حاجة لسيكا، انها عارفة انه هو الملك الفاسد اللي بيظهر كل 100 سنة وبيدمر العالم، والملك الظالم ده لما يظهر بيكون قدامه بطل قوي وعادي. ومعنى كده ان في المستقبل سيكا لو بقى الساحر ظالم وفاسد، إيمو هتكون هي البطلة، وإيمو ضعيفة جدا قوتها ولا حاجة جنب قوة سيكا، وده معناه ان البطلة في العالم ده هتتهزم، وبكده الشر هو اللي هيسيطر على العالم. والأميرة فيونا مش عاوزة ده يحصل، وعشان كده هي كانت مراقبة سيكا طول الوقت اللي فات ده. وبنعرف ان كل الوحوش اللي كانوا بيروحوا يحاولوا يخلصوا على إيمو هم اصلا كانوا مبعوتين لسيكا. فالأميرة فيونا بتطلب منه يغير مستقبله هو كمان، ويعيش كشخص مسالم وكويس مع اصحابه، وبتقول له كمان ان الساحر الشرير كان دايما بيعيش طفولة كلها بؤس، بس هي طلبت من ست توديه لعيلة اللورد، العيلة اللي اتربى فيها، وتقول انه كان ابن اخوه. فبيتأكد سيكا فعلا انه مش من عيلة اللورد اصلا، عشان كده بيطلب من الأميرة فيونا تخرجهم من هنا، هو اصلا مش عاوز يبقى شرير. وفعلا بتساعده الأميرة فيونا وبتخرجه هو وإيمو لبره السجن، بس هو قبل ده بيخرج يخرج كل الجنود اللي كان مسيطر عليهم، وبعدها بياخد إيمو وبيتحركوا بسرعة من السجن، وبيفضلوا يتمشوا وبيسافروا من بلد لبلد. وسيكا بيقول لإيمو انه هو مستعد انه يبقى مستكشف معاها بعد ما يخلصوا الدراسة، وبكده هيفضل معاها اطول وقت ممكن ويحميها كمان. وهي طبعا بتفرح جدا وبتشكره انه معاها، وبيفضلوا مسافرين كده لحد ما بيقدروا يوصلوا للمدينة، وهناك بيقابلوا اصدقائهم مابل وايفا، واخيرا بيتجمعوا تاني مع بعض ومش بيفترقوا تاني ابدا. ولحد هنا بينتهي الانمي بتاعنا على كده. ما تنساش لو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد، واستنونا في الملخصات اللي جاية. سلام.